مستغربة جدا جدا ان احنا خلاص على مشارف 2025 ولسه في حد ممكن يدخل الصيدلية ويطلب حقنة البرد. اللي ما يعرفهاش هي خلطة كده ثلاثية فيها حقنة مضاد حيوي، حقنة كورتيزون وهي الدكسا، وحقنة مسكن، والحقنة دي بتعتبر خطر كبير جدا على صحتك وانت مش دريان. في الفيديو ده هقول لكم ايه تأثير الحقنة دي على جسمنا وليه هي خطيرة وايه البديل عنها لمواجهة نزلات البرد بشكل آمن وصحي. هكون معاكم دكتور ياسمين سعيد، صيدلي كلينيكال. مش محتاجين اقول لكم ان الكورتيزون زي ما هو بيخفف اعراضك بسرعه جدا وبيحسن مودك، الا انه هو بيضعف المناعه وبيرفع الضغط والسكر، والاستخدام الخاطئ ليه على المدى البعيد من غير اشراف طبيب ممكن يجيب سكر مزمن او ضغط مزمن، وكمان ممكن يسبب هشاشه العظام، وطبعا ده احنا في غنى عنه تماما. ما ينفعش ناخده باي حال من الاحوال غير بارشادات الطبيب. تاني حاجه المسكن بيأثر على الكلى وكمان ممكن يسبب قرح في المعده. اخر مكون وهو اهم مكون في الحقنه دي المضاد الحيوي، واللي هو الحقيقه ملوش اي لازمه خالص في معظم ادوار البرد، لان معظم ادوار البرد هي اللي بيسببها فيروس مش بكتيريا. المضاد الحيوي ده بيقتل البكتيريا بس. الاستخدام الخاطئ بقى من المضاد الحيوي ده، وخصوصا ان انت بتاخد منه جرعه او جرعتين، هيسبب مقاومه بكتيريا وهيخلق بكتيريا اكثر شراسه، وده اللي احنا بنشوفه في المستشفيات لما حد بيتحجز. بيظهر في المزارع انواع بكتيريا بتبقى شرسه جدا وبتبقى مقاومه لاغلب المضادات الحيويه. فعشان كده حافظوا على صحتكم ووفروا فلوسكم وبلاش ناخد حقنه البرد دي اطلاقا خالص. طيب ازاي هتعامل مع ادوار البرد المتكرره في فصل الشتاء؟ حاول تحافظ على شرب السوائل السخنه، وكمان تعزز مناعتك باكل صحي متوازن، وحاول تدي نفسك راحه يومين عشان تخلي مناعتك تشتغل. ممكن كمان تاخد جرعات منتظمه من الباراسيتامول بحيث تتغلب على اعراض تكسير الجسم والحراره. كمان ممكن ناخد اقراص حساسيه لو احنا بنعاني من حساسيه جيوب انفيه او حساسيه صدريه. بلاش استخدام المضادات الحيويه دون استشاره الطبيب. في حاله ان اعراض البرد بتزيد ومش بتستجيب معاك، حاول تستشير طبيبك عشان تتشخص تشخيص سليم، وعليه هيديك ادويه ملائمه لحالتك الصحيه، ودمتم في احسن حال وصحه وراحه بال. لو عجبك الفيديو لايك وشير عشان تفيد غيرك، وتنساش الفولو عشان يوصل لك كل جديد.